لذا أيها الأحبة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهاي في حياة هارون يعني قيادة الشرطة، رؤساء السجون من البصرة إلى بغداد إلى الكوفة في أقطاب الأرض، كان هارون يأمرهم ضعوا السم لموسى بن جعفر، اقتلوا موسى بن جعفر. ما كان أحد ينفذ، يقولوا لا، إحنا ما يعني نتقرب إليك بقتل ذرية رسول الله أبدا، إحنا ما نرضى. من رضي؟ ذلك اللعين السندي ابن شاهك. سندي ابن شاهك عليه اللعنة هو الذي رضي بأن يقتل الإمام موسى بن جعفر. هذا اللعين جاء إلى الإمام في طوامير بغداد في الطامورة، جاء إليه بالرطب، وضع السم في حبات الرطب. جاء إلى الإمام قال: كل يا ابن رسول الله. قال: اعفني. قال: لا بد وأن تأكل. ليش؟ لأن هذا اللعين كان يجبر الإمام، كان يضرب الإمام، كان يلطم الإمام. كان الإمام إذا يضيق صدره يريد يستنشق الهواء، كان ذلك اللعين يلطم الإمام على وجهه ويرفسه برجله. هذا اللعين كان قاسي. قال: لا بد وأن تأكل. فحمل الإمام حبة رطب وقال: اللهم إنك تعلم أنني لو أكلت قبل هذا اليوم لكنت قد أعنت على نفسي. قال: زد. أكل، زد، أكل، حتى أكل 7 حبات رطب. قال: زد. قال: لقد بلغت حاجتك، انت حاجتك تسممني وتقتلني، خلاص السم صار في جسدي. وصار السم في بدن إمامنا موسى بن جعفر، وصار يتقلب يمينا يسار، طارة يجلس، طارة يقعد، طارة يقف، يتألم، اخضر بدنه، وأرطال الحديد في يديه ورجليه ورقبته، إلى أن جاء علي بن سويد سوى واسطة ودخل إلى الإمام موسى بن جعفر. يقول: وصلت إلى الإمام وجدته يئن في أغلاله، يتألم وهو يبكي ويدعو الله: يا مخلص الشجر من بين الحجر، من بين الرمل والطين، ويا مخلص الجنين من بين مشيمة ورحم، ويا مخلص النار من بين الحديد والنار، ومن بين الحديد والحجر، نجني من سجن هارون. يقول: فنظرت إلى الإمام قلت: سيد الظاهر رجليك مأذيتك. فقال له: بلى، ولكن البارحة السندي ابن شاهك لما نظر إلي وأنا جالس على باب الطامورة وقد ضاق صدري وأردت أن أستنشق الهواء، يقول: لما نظر إلي وأنا على باب الطامورة لطمني على وجهي ورفسني بقدمه فسقطت على الأرض. قلت: هذا اللي يؤذيك يا ابن رسول الله؟ قال: إن كان هذا الذي يؤذيني نعم، ولكن هناك شيء آخر. قال: ما هو يا ابن رسول الله؟ قال: لما رفسني بقدمه وسقطت على الأرض سمعته يشتم أمي فاطمة. الله أكبر يا أحباء، والله روح ما تواليكم لطمها وغد على الروس للكاظم، والله لطمها وآلي تشف السندي من خدك لطمها، وآلي أصلا من لطم خدك.
زكي أولي السندي من يلطمه وتوقع عباته يذكر زينب ولوعات عماته ويلي حدري الأرض ليل السجن من باته ويلي يفسر بالحديد آهات والناته قال سيدي يا ابن رسول الله لقد اشتقنا إليك وضاقت صدورنا متى يكون الفرج يا ابن رسول الله قال يا ابن سويد بلغ شيعتي عني السلام وقل لهم أن الفرج بعد 3 أيام ضحى الجمعة على جسر الرصافة. يقول علي بن سويد خرجت من السجن والفرحة لا تسعني وأنا أدور على بيوتات الشيعة وأخبرهم أن الفرج ضحى الجمعة على جسر الرصافة. بالفعل بعد 3 أيام اجتمع الشيعة على جسر الرصافة ينتظرون الإمام. مالت الشمس إلى الزوال وكادت أن تصل إلى الغروب والإمام لم يقبل. قالوا يا ابن سويد أين إمامنا موسى بن جعفر؟ ما كذب وما كذب وهو أخبرنا أن اللقاء ضحى الجمعة على جسر الرصافة. بينما هم كذلك وإذا ب4 من الحراس يحملون جنازة الإمام والمنادي ينادي أيها الناس هذا إمام الرافضة هذا موسى بن جعفر مات في السجن حتى أنفه. ويلي مصيبتك والله رهيبة ويلي من سجن لسجن ظالم يجيبه. الله أكبر يا أحبة. هذا الإمام وضعوه على الجسر ملفوف بعباءته أرتال الحديد في يديه ورجليه وفي رقبته لأن الإمام أوصى أن يدفن وأرتال الحديد على جسده. بينما هم ينظرون إلى الإمام وإذا بالطبيب النصراني قد مر من على جسر الرصافة على صحبة مع علي بن سويد. قال له أيها الطبيب أخا النصارى أقسم عليك بالمسيح عيسى بن مريم إلا ما كشفت عن هذا المسجى وأخبرتنا عن سبب وفاته. أقبل الطبيب صار يقلب كفي الإمام ينظر إلى جسد الإمام وقال له يا ابن سويد هل لهذا المسجى أهل أو عشيرة؟ قال ويحك هذا إمامنا هذا زعيم بني هاشم موسى بن جعفر. قال إذن يا ابن سويد قل لأهله أن يضربوا بثاره لأن هذا المسجى قتل مسموما. رحم الله من نادى وإماما وكاظما وويلا مات الكاظم بسجن وويلا سموا قد يا شيعة ألفا موتا من غدر الزمن تمنى موتا من غدر الزمن تمنى. كلش صعب ليل السجين وسط القلب عذابه كل لحظة يقضي بالجمر يلهب حزين مصابه. طامور ظل ما ينخسف واسفى بدو
شبابه كل لحظة سندي يلطمه شايل حقد صحابه بلونين موسى ساجد يناجي بلونين فك سجني يا لاهب جاهل حسين وبظل عزك ولطمة العين وبظل عزك ولطمة العين يوم المصيبة عالجسير نادى العدو بشماته هذا الذي وسط السجن مات ختام حياته وتجمعت كل الخلق تبكي بهضم مماته اجا الطبيب قال لهم عبره وساف سمى سبب وفاته يلا اصحاب شيعوا جنازته بهبه يلا اصحاب ما ينفع بدر ما ينفع حكي طر البدر غاب عظموا للرضا الاجر بالمصاب عظموا للرضا الاجر بالمصاب يلا بيت الدعاء الإمام الكاظم بعد ذلك غسل وشيع وكفن أقيمت له جنازة محترمة شيعا بعز واحترام مروا بجسده في سوق الرياحين صاروا يرمون جسد الإمام بالورود والأزهار والرياحين لكن أسفي على الحسين لم يغسل لم يكفن لم يشيع لم تقام له جنازة محترمة والله يقل موسى بن جعفر قضى بسم الغدر وقلب كل شيعي غدار